تخيل جاتلك فرصة تغير حياتك، شغل جديد، مشروع، سفر، قرار هيقلب مستقبلك. بس بدل ما تاخد الخطوة دماغك بتقولك طب لو فشلت، طب لو الناس ضحكت عليا، طب لو مشيت في الطريق ده وطلع غلط. فبتسيب الفرصة تفوتك وتقول لنفسك يا ريتني كنت جربت. أهلا بأهل القمة، الناس اللي في التوب، في العالي. اسمع دي، كل شخص ناجح في الدنيا في يوم من الأيام كان قدامه نفس الاختيار، يا يخاطر وياخد خطوة يا يفضل في مكانه خايف. وعشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن السر اللي بيخلي الناجحين يغامروا وياخدوا قرارات جريئة ويوصلوا للقمة. هتعرف ازاي تفرق بين المغامرة الذكية والمخاطرة العشوائية، وازاي تاخد قرارات صح، وازاي يكون عندك انضباط ذاتي يخليك تكمل وتوصل لهدفك. وعلى فكرة في نهاية الفيديو عندي ليك مفاجأة حصرية هتساعدك تاخد أول خطوة في رحلتك للنجاح. هقدم لك كمان كتيب المغامرة الناجحة اللي فيه كل أسرار اتخاذ القرارات الجريئة والانضباط الذاتي. تابع للنهاية علشان تعرف ازاي تحصل عليه. مستعد؟ ركز معايا ويلا بينا نبدأ. الجزء الأول، ليه المغامرة جزء أساسي من النجاح الشخصي؟ كل الناس الناجحين اللي بتشوفهم النهاردة في وقت من الأوقات كانوا في نفس مكانك، خايفين ياخدوا خطوة، مترددين، مش متأكدين من القرار الصح. إيلون ماسك كان ممكن يفضل مهندس عادي ويعيش حياة مريحة، لكنه قرر يغامر، يبيع كل أملاكه ويحط كل فلوسه في تسلا وسبيس اكس، رغم ان كل الناس كانوا شايفين انه بيضيع نفسه. في 2008 تسلا كانت على وشك الافلاس، وسبيس اكس فشلت بدل المرة 3 مرات متتالية في اطلاق الصواريخ. اي حد في مكانه كان هيقف، لكنه قرر يخاطر باخر 40 مليون دولار عنده في محاولة أخيرة. لو فشلت كان هيخسر بقى كل حاجة، لكن المغامرة نجحت، وسبيس اكس نجحت في الإطلاق الرابع، وتسلا حصلت على استثمار أنقذها. والنهاردة ماسك أغنى رجل في العالم. ستيف جوبز بدأ أبل في جراج صغير، لكن بسبب جرأته دخل في مغامرات كتير، حتى إنه طرد من شركته بعد ما نجحت. بس بدل ما ينهار بدأ من جديد، أسس شركة بيكسار اللي غيرت عالم الأفلام، ووقتها آبل كانت بتخسر لحد ما قررت ترجع جوبز. والمغامرة اللي بدأها في الجراج بقت أكبر شركة تقنية في العالم. أوبرا تعرضت للفصل من وظيفتها كمذيعة في بدايتها، وقالوا لها إنها مش مناسبة للتلفزيون. بدل ما تستسلم قررت تغامر وتبدأ برنامجها الخاص، البرنامج اللي بقى أنجح برنامج حواري في العالم، وحولها لمليارديرة. السؤال هنا، هل الناس دي كانت عندها ضمانات إنها تنجح؟ لا، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت عندهم هي الجرأة، الشجاعة، إنهم يجربوا حتى لو مفيش ضمان. دلوقتي تخيل لو كل واحد فيهم قرر يلعبها بأمان وما خدش الخطوة، كان زمان محدش فينا سمع عنهم أصلا. المغامرة مش مجرد خطوة عشوائية، المغامرة هي اللي بتخلق الفرص وهي اللي بتدفعك ناحية النجاح. لكن خد بالك، مش أي مغامرة بتؤدي للنجاح، في مغامرة ذكية وفي مخاطرة عشوائية ممكن تضيع. وعشان كده في الجزء اللي جاي هنتكلم عن الفرق بين المغامرة الذكية والمخاطرة العشوائية، وإزاي تقدر تغامر بذكاء بدون ما تخسر كل حاجة. ركز معايا ويلا بينا نكمل. الفرق بين المغامرة الذكية والمخاطرة العشوائية. دلوقتي احنا عارفين ان المغامرة جزء أساسي من النجاح، بس هل أي مغامرة هتوصلك للنجاح؟ لا، في فرق ضخم بين المغامر الذكي والمتهور. المغامر الذكي بيحسب خطواته، لكن المتهور بيرمي نفسه من غير خطة. المغامر الناجح بياخد مخاطرة محسوبة، لكن العشوائي بيجري ورا أي فرصة من غير ما يفكر. المغامر دايما عنده خطة بديلة، لكن المتهور بيراهن بكل حاجة في ضربة واحدة. ازاي نميز المغامرة الذكية عن المخاطرة العشوائية؟ الموضوع بسيط، اسأل نفسك الأسئلة دي
قبل أي قرار مهم. 3 أسئلة قبل أي مغامرة جريئة: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ولو حصلت هتعرف تتصرف ولا لأ؟ قبل ما تخوض أي مغامرة لازم تفكر لو القرار ده فشل إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ هل عندك خطة لإنقاذ الموقف؟ لو مفيش يبقى دي مخاطرة مش مغامرة. تاني سؤال: إيه أفضل حاجة ممكن تحصل؟ وهل النتيجة تستاهل المخاطرة؟ مش أي مغامرة تستحق إنك تخوضها من الأساس. في قرارات جريئة لكن عائدها ضعيف. لازم تسأل نفسك: هل لو نجحت النتيجة هتكون قوية وكفاية عشان تستاهل تكلفة المخاطرة؟ السؤال الثالث: هل عندك خطة بديلة؟ الناجحين مش بيلعبوا على احتمال واحد، دايما عندهم بلان بي، لأنهم عارفين إن النجاح مش ضربة حظ لكنه تخطيط. طيب خليني أقولك مثال يوضح الفكرة أكتر. قصة بتوضح لك الفرق بين المغامرة الذكية والمخاطرة العشوائية. في شخصين قرروا يفتحوا مشروعهم الخاص، بس كل واحد اختار طريق مختلف. الأول قرر يستقيل فجأة، خد كل مدخراته وفتح مشروع من غير دراسة للسوق. كان متحمس لكن بعد 6 شهور اضطر يقفل لأنه صرف كل فلوسه بسرعة. أما التاني فقرر يبدأ مشروع وهو لسه في شغله، لسه في وظيفته. درس السوق، جرب الفكرة بشكل صغير، اختبر العملاء، وبعد 6 شهور كان جاهز ياخد الخطوة الكاملة، فاستقال وساب وظيفته وركز على مشروعه. النتيجة إن الأول خسر كل حاجة والتاني قدر ينجح لأنه غامر بذكاء. المغامرة مش إنك تضحي بكل حاجة مرة واحدة، المغامرة إنك تخطط، تدرس وتاخد خطوات محسوبة. ولكن حتى بعد ما تاخد قرارك الجريء لازم يكون عندك حاجة تضمن إنك تكمل للنهاية. وهنا بيجي السر الحقيقي للنجاح. في الجزء الجاي هنتكلم عن أقوى سلاح يخليك تستثمر في أي قرار تاخده: الانضباط الذاتي. ركز معايا ويلا بينا نكمل. الانضباط الذاتي سر الاستمرارية والنجاح الحقيقي. دلوقتي عرفت إن المغامرة الذكية هي اللي بتفتح لك أبواب النجاح، لكن هل مجرد إنك تاخد قرار جريء كفاية؟ الحقيقة لأ، القرار لوحده مش كفاية لأن الحماس بيقل مع الوقت. لكن اللي بيفرق الناجحين عن غيرهم هو الانضباط الذاتي. الالتزام أهم من الحماس. أي حد يقدر يتحمس في البداية لكن مش أي حد يقدر يكمل. تخيل نفسك قررت تبدأ جيم أو تتعلم لغة جديدة أو تفتح مشروعك الخاص. أول أسبوع حماس، نار بتطلع من بقك، تنين مجنح. تاني أسبوع نص الحماس، تالت أسبوع تلاقي نفسك بدأت تكسل. لكن الناجحين بيفهموا إن النجاح مش ضربة واحدة، النجاح عادة يومية. الخطوات الصغيرة المستمرة هي اللي بتعمل الفرق الكبير. قاعدة النجاح الذهبية: 1% كل يوم. اسمع دي، لو كل يوم طورت نفسك 1% بس، خلال سنة هتبقى 37 ضعف الشخص اللي انت كنت عليه. مش لازم تبدأ بحاجة كبيرة لكن لازم تبدأ بحاجة مستمرة. مش مهم تعمل خطوة عملاقة، المهم تعمل خطوة كل يوم. النجاح مش لحظة، النجاح هو التراكم الصغير اللي بيعمل فارق ضخم مع الوقت. وهنا بتيجي قوة العادات الصغيرة. الناجحين مش عباقرة لكن عندهم أنظمة يومية تضمن تقدمهم حتى لو خطوة صغيرة. والسؤال هنا: ازاي تبني العادات اللي تضمن نجاحك؟ هقولك تمرين عملي: كيف تستخدم قوة العادات في تحقيق النجاح. جرب الحاجة دي كده، خد ورقة وقلم ودون إجابة 3 أسئلة مهمة. 1: ايه العادة اللي لو طبقتها كل يوم هتقربك من هدفك؟ 2: ازاي تقدر تبدأ العادة دي بأسهل طريقة ممكنة، مثلا 5 دقايق بس يوميا؟ 3: ازاي تربط العادة بحاجة أصلا بتعملها يوميا وده عشان يضمن لك الاستمرارية؟ مثلا بعد ما تغسل أسنانك تكتب 3 أهداف ليومك. الفكرة هنا إنك بتخلي العادات الصغيرة جزء من يومك من غير مجهود، وده اللي بيعمل التأثير الحقيقي على المدى الطويل. لكن حتى مع الانضباط الذاتي أحيانا بنحتاج دفعة إضافية تساعدنا على الالتزام، وعشان كده جايب لك حاجة هتساعدك تاخد أول خطوة وتطبق كل يوم اللي قلناه النهاردة. تمرين عملي: قوة الخطوات الصغيرة. جرب حاجة بسيطة. لو كان عندك قرار مهم وخايف تاخده، اسأل نفسك: ايه اصغر خطوة ممكن اعملها النهاردة تقربني للهدف ده؟ ايه العادة اليومية اللي ممكن اضيفها وتخليني اتحسن 1% كل يوم؟
ازاي استمر لمدة شهر بدون ما اوقف. النجاح مش قرار لحظي لكنه نظام مستمر، فركز على الاستمرارية اكثر من المثالية. والان السؤال المهم، انت مستعد تبدأ رحلتك؟ لان دلوقتي جت لحظة المفاجأة اللي وعدتك بيها في اول الفيديو. هل انت عايز خطة واضحة تساعدك تخوض مغامرتك بامان وتوصلك للنجاح؟ عشان كده جمعت لك كل اسرار اتخاذ القرارات الجريئة والانضباط الذاتي في كتيب خاص. الكتيب ده مش مجرد كلام نظري، ده دليل عملي فيه خطوات واضحة وتمارين هتساعدك تاخد قرارات قوية، تخطط لمغامراتك بذكاء، وتبني العادات اللي توصلك لأهدافك. ودلوقتي والفترة محدودة تقدر تحصل على الكتاب من رابط الشراء بسعر مخفض باستخدام كوبون خصم. ده عشان انت اتفرجت على الفيديو ده لحد الآخر. هتلاقي رابط الشراء وكوبون الخصم موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو فعلا عايز تغير حياتك ما تفوتش الفرصة دي، التفاصيل كلها تحت زي ما قلت لك في صندوق الوصف. ودلوقتي احنا جينا لآخر وأهم جزء في الفيديو، لأن النجاح مش بس مغامرة وانضباط، النجاح كمان محتاج إدارة وقت بذكاء. وعشان كده بوعدك ان الفيديو الجاي هيكون عن إدارة الوقت والمهام بذكاء، وإزاي تستغل يومك بأفضل طريقة وتوصل لأهدافك أسرع. هكون مستنيك في الفيديو الجاي، ويلا بينا علشان أنا وإنت في التوب في العالي.